راسك دي خليها لورا شويه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بصي احنا خلاص كده في التشطيبات يعني بنخلص، فعايزينكم كده تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتذكروا الله، وبالله عليكم تدعوا لاخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي غزه في كل مكان، ربنا ينصرهم نصر عز مقتدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اش هو هاجر النهارده باذن الله كده هنحلب معاكم البقره الكبيره الحلوه دي، ربنا يهديها ويصلح حالها. واقفه بص رافعه ودانها كيف، اما توريكم ان هي مش اما تخاف من حاجه، هي اللي متخوفنا بس. حد شاف حاجه احمد يموت يعني انا مفديها كده. اللهم صل وسلم. عارفه ام الشيخ احمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدوا هادي بص المدوها وكيف الباقي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. اوعى الورا اشركت لحسن تدوس عليك البقى. اش كل مدى ما ترفع اش بس مع الكشاف مش بتحب التصوير. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يهدي ربنا يهديك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين كده تشجعونا وتدعمونا كده. اهدي يا اما، اهدي يا اما، ربنا يهديك وحن عليك وحن علينا. عايزاكم كده تشجعونا وتدعمونا كده وتخلوا القناه تكبر بكم ولكم كده حبايبنا واصحابنا. انتم ما تحبوا حليب البقر طبعا وانا مش مقصره معاكم. انا عن نفسي بعنا البقره بس انا مش مقصره معاكم لحد دلوقتي. انا لما اروح اصور برضو عند امي عشان هي القناه تشتغل معانا ان شاء الله باذن الله كده، ومش عايزه برضو حبايبي يسيبوا القناه. ايه ده؟ انا ده مش ما كنتش فاتح حاجه ابيض كل ده. لا فتحت كذا فيديو بس في حته ما كنتش فاتحه. راسك دي خليها لورا شويه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بصي احنا خلاص كده في التشطيبات يعني بنخلص، فعايزينكم كده تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتذكروا الله، وبالله عليكم تدعوا لاخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي غزه في كل مكان، ربنا ينصرهم نصر عز مقتدر ويصلح حالنا وحال الجميع. يا رب يا رب كده تنصرهم وتثبتهم، وربنا يصبرهم ويثبت قلوبهم على الإيمان ويصلح حالنا وحالهم. آمين يا رب العالمين. وربنا يسامحنا في تقصيرنا معاهم، احنا مقصرين مع أهل غزة على في كل حاجة. يا والله العظيم سامحنا ربنا ينصرهم يا رب ويصلح حالهم ويثبت أقدامهم ويبرد قلوبهم على فقداهم وعلى جرحاهم وعلى أولادهم اللي يفقدوها على بيوتهم وعلى أماكنهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أنا عارفة على فكرة كل اللي لو ممكن لو حكينا كتير على أهل غزة ممكن يدينا انذار على القناة، بس إن شاء الله بإذن الله كده ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب، ويداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويصبر قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان. امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. عايزكم تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص احنا النهارده قلنا نحاول يعني نحلب البقره نخليها تولف من غير بيتها، بس هي بصراحه هي في الاول يعني بصي هي ما كانتش واقفه شويه يعني تجرن ودانها شويه، ترفص برجليها شويه كده، بس ان شاء الله باذن الله يعني هنخليها تتعود، يعني هتتعود باذن الله. كده خلصنا وان شاء الله باذن الله نحلب معاكم البقره الثانيه، بس فنكمل مع بعض الفيديو. بص دي مش اما تحب حد غريب يخش، لو حد غريب خش ما تعمل معاه الصح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده باذن الله كده هويتي حلبنا معاكم البقره الكبيره، وهنا ما نرش شويه تتريب ونحلب البقره الصغيره. اللهم صل على النبي. ده عاد البودي جارد بتاعهم، اي حد يخش غريب ما تظبطوه. بس حاطينها من بره عشان تظبطه. صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بنحنن البقره البكريه
وان شاء الله باذن الله نحلبها معاكم. وعارفين الدار اللي فات غلبتنا برضو، واحنا ما نصور بنتها ما تقف فوق راسنا. يصلح حالها ربنا. بص ما تروح جايبه اللي ما تحلف في النص تاكل، اللي عايزه تعمل حمام تعمل، واللي عايزه تعمل اللي عايزه تشلد، واللي عايزه بس وما تشلدش علينا. بص دي مش لما تتحلب سريع بسرعه يعني زي ديكها، علشان على حسب الضره، نوع الضره بتاعتها صغطوطه شويه، قادرين نمسكها عامله زي النوايا، ما نمسكها كده تروح فطه منها الفوم. بص اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. بصي انا مجربه لكم الكاميرا، اللي من ورا ده عامله زي النوايا جا، وما اللي قدام كبيره حابه يعني. هي لازم البقره البكريه لما تخشي لها اما تبقى مش على بعضيها في الاول، ولازم بنتها تبقى قدامها. بس برضو هي في سعي بكر مش محب حد يقرب له، فانتوا كل ما تخشي لها كل ما تعوديها، حتى لو ما فيهاش لبن زياده ساعه ما تبقى والده جديد يعني ما فيهاش لبن زياده. دي الدار اللي فات قلنا لكم ما تاكلوا الطرح عشان اتولدت يعني شربت قبل البشيمه الصغنونه دي. دي الصغيره ما تاكل اي طرح اي قماش اي حاجه تيجي قدامها ماشي. فقلنا لكم الدار اللي فات ان احنا البقرة البكرية لازم لما تيجي تحلبيها انت حتى لو ما فيهاش فضار انت ما تدخلي بنتها او ابنها او كده عشان تحن عليها، ولازم تعوديها. دي ما كانتش ما تقف في الاول واصل، بس مع الاستمرارية وان احنا نخش لها كل يوم وان احنا ناخد منها حتى كوباية. في الاول كنا بناخد شوية في الكوبايه شوية، بعد كده بقيت يعني حوالي يجي كوباية، بعد كده الحمد لله يعني حشنا بنتها واصل فطمناها بقينا من دي بقينا من اسكت يا محمد ما تزحلش. بقينا دلوقتي ما نروح ناخد منها شوية وما نحننها ببنتها بس. لكن في الأول كانت بنتها ما تشرب مقسمين يعني مثلا تاخد حلمتين وهي حلمتين يعني مثلا جنب واحنا جنب. فهو كده السعيد بكر لازم عشان تتعامل معاه. في ناس بشوفها على اليوتيوب وما تروح ربط الرجلين الورانيين، دي لو ربطنا رجلها دي ممكن تقع فقينا. وكل شويه بص ما تروح ضربة التليفون بديالها تخليه ما تبوظنا الفيديوهات. المهم ده برضه بنكلح معاها علشان ربنا يصلح حالها ويهديها. اول والده البقره البكريه طبعا ما تبقى مش عارفه في الاول واصل، دي ما كانتش عارفه تسقي بيتها ولا راضيه تقافلها. شدناها وفي الاول تشمها وتلحسها وهي مولوده جديد يعني. في الاول خالص لما نجيبها كده دي بنتها دلوقتي بقت هي اللي حنين عليها، بقت هي اللي متلحسها. في الاول هي اللي كانت مش عارفه لا تلحس بنتها ولا عارفه معنى الولاده لانها اول مره. جبناها قدامها شدناها كانت لسه هبطانه يعني ومش قادره تقف. طبعا اي مواشي ممكن تبقى والده العجل ضعيف ولا حاجه مش قادر يقف، فاول ما تسنديه وتشربيه سرسوب اول اسبوع كده سرسوب لما يشربه ده اما يعمل ايه اما يقوم مناعه السعي نفسه. فاول اسبوع ده لازم تشدي حتى لو مش هتقدر تقف تشد انصبي لها رجلها القداميين والورانين حد يمسك والتاني يلجمها الضاره في حنكها. فلما ما تعوديها انت اول ما شربت هي ضرب اتنين فبتتعود تقف وهتتعافى او تنصب رجليها وتقف واحده وتشرب. فلما تتعود على الشرب بتتقوى يعني وتشرب وحدها وكده. وبعد كده قوتها تدخل معاها مثلا ممكن ميبقاش فيها فضار البقرة البكرية حتى الكرسي هياكلوه. ماما تقول حتى الكرسها دي مش مخلية، ده حبل قدامها ممكن تاكله، طرحة قدامها تاكلها، خلقة جت قدامها كرسي مش عارفة. ده الكلام ده ماما تقول يعني قال عشان هي اللي هي أمها عوجت في تنزيل البشيمة وهي شربت للبشيمة اياها ما تنزل. فالمهم هي هو ده اللي مخليها قال ما تاكل كده. بس على فكرة في ناس بتقول ان هي عندها نقص ويبقى عايزة حاجة زي املاح ده اللي ياكل في الحيطان يعني في ساعي يبقى عايز زي هي. في الاول كنا بنجيب لبقرتنا احنا ملح كده، كنا بنجيب لها ملح في الاول نرشهم على علفة اهدي. بص طب والله لا اوريكم اهدي اما تطوح التليفون اها ما تاكل في دراع اهدي كذا ما تاكل في دراع. فالملح ده ممكن فيه مواد كالسيوم وحاجات ما تخليها تغنيها عن ان هي تشرب تلحس في الحيطان. الملح اللي كنا بنجيبه ده فيه ماده يعني تخليها ما تلحسش في الحيطان. في سعي بيلحس في الحيطان وياكل من الارض. احنا كان عندنا البقره بتاعتنا تطلع في الشارع تروح قطمه حته من الارض من الطينه يعني تلقى طينه تلقى خارطه كانت تاكلها. فاحنا سالنا الدكتور قال ده نقص في الاملاح وكده، فرحنا كنا بنجيب
كنا ما نجيب له يعني الملح ده نرش منه على العلفة. وفي ملح كان ما يجي ورا الفول الصويا اللي احنا بنجيبه ده، بنخلط على الأرداء الشكرتين، يعني الشكارة الخشنة والناعمة كانت لهم كيس ملح بنخلط عليه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا في ناس لما تجيبه عشان العجول، في العجول لما تبقى اكتر يعني.